التخسيس. الميزوثيرابي بيخسس، بيقضي على الدهون الموضعيه، وكمان بيعالج السمنه بتاعه البطن والدراعين والارداف. واتكلمت عن حقن الميزوثيرابي وان هي عمليه غير جراحيه ونحت غير جراحي للجسم ونتائجه فوريه. كمان الميزوثيرابي ليه فوائد كتير جدا. في ايه بقى؟ في السيلوليت، علاج السيلوليت. الناس كتير بتعاني من السيلوليت، خاصه الستات عندها مشاكل السيلوليت، والسيلوليت دي اللي بنقول عليها قشر البرتقانه. بيكون الجلد عامل شبه قشر البرتقانه، الجلد عباره عن نتوءات وكتل تحت الجلد مخليه ملمس الجلد متكتل وشكله بيكون وحش ومحرج جدا. الميزوثيرابي بيعالج السيلوليت وبيجي عليه تماما بعد جلسه او 2 أو 3، ده اكوردنج لكل حاله. عباره عن حقن بنحقنها في المنطقه دي، بتقضي على التكتلات، لانه بيزود البلاد سيركيوليشن او الدوره الدمويه للمنطقه دي، وبيزود افراز الكولاجين، فبيخلي المنطقه ناعمه جدا وترجع البشره والاسكان زي الاطفال بالظبط. فالميزوثيرابي بنعالج بيها مشاكل تساقط الشعر، لان هي بتمد البصيله بالفيتامينز اللي محتاجينها وبنوصلها دايركت للبصيله، وبالتالي بتعالج مشاكل الشعر، وكمان بتزود النمو بتاع الشعر وتوقف التساقط الفوري. وكمان بنستخدمها في بعض انواع الصلع الوراثي الالوبيشيا وبتعالج مشاكل الشعر. كمان الميزوثيرابي بيستخدم في علاج مشاكل البشره، لانه بيزود البلاد سيركيوليشن للبشره، وبيعالج النتوءات وحب الشباب ويرجع البشره زي الطفل. كمان بنزود على الميزوثيرابي هيلورونيك اسيد، وده اللي بيعالج مشاكل البشره تماما وبيشدها بدون ما نحتاج لفيلر او بوتوكس او اي جراحه. وبنعمل لافتنج وبنعالج مشاكل البشره وبترجع البشره حلوه قوي. بنملى البشره بالميزوثيرابي والهيلورونيك. كمان بيعالج الدبل تشان او الدقن المزدوجه، ودي مشكله ناس بتلجأ للجراحه علشان تعالج وتشيل الجزء ده والدهون اللي نازله. لكن الميزوثيرابي جلسه او 2 بيقضي على الدبل تشان تماما وبيعالج الموضوع ده، ويستخدم زي ما قلت في علاج السمنه الموضعيه والدهون العنيده اللي ما بتنزلش مع الدايت. والدهون دي بتكون موجوده اكتر في منطقه البطن والدراعين والفخدين والارداف، وبيقضي عليها تماما وبيعالج المشكله دي. فالميزوثيرابي هو السحر دلوقتي في التخسيس، والسحر فعلا في الجمال. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.